وزي ما انتوا شايفين كده عنوان الفيديو ممكن يكون غريب شوية، لكن هو ده اللي بيحصل معايا. زي ما على طول كده كنا دايما متعودين ان احنا بنشوف روتيني في البيت، روتيني في المطبخ، روتين الصباحي، روتين المسائي. فانا حبيت اغير لكم بقى الموضوع ونشوف كده روتيني الديني اليومي. يعني انت عندك روتين ديني يومي؟ ايوه. وحبيت ان انا اقوله لكم، وقررت ان انا اعمل الروتين الديني ده علشان كل حد بيستصعب عليه الامر، او ان هو حاسس ان يومه كده ملخبط ومش عارف ان هو ينظم وقته. فانا الفيديو ده فيه كلام كتير مفيد وفيه خطوات كتيرة مفيدة هتستفادوا منها وهتنفعكم ان شاء الله لو عملتوا بيها. وطبعا الروتين ده بيكون له تأثير عليا وعلى البيت. تأثيره عليا طبعا ان هو بينظم لي وقتي، وان بيكون عندي وقت لكل حاجة، سواء بقى لطاعة ربنا او للذكر او للقرآن او لبيتي ولأولادي، فهتلاقوا الوقت منظم جدا. فأنا الفيديو ده فيه 5 خطوات ان شاء الله تستفادوا منهم. اول حاجه كده ونخش على طول وما نطولش كده مع بعض في الروتين الصباحي. الروتين الصباحي انا ببتدي طبعا، وهبتديه لكم كده من اول صلاه الفجر. اول حاجه طبعا بصلي الفجر، بعد كده بقعد بقى ايه، بيكون وقت بقى ذكر، يعني بدايه اليوم لازم تبتدي بذكر، ان انا بقول كده اذكار الصباح. وبعد كده لو في دعاء كده بدعيه اقعد استغفر ربنا، طبعا بعمل ورد كده للاستغفار وورد للصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وده الوقت ده بيكون للاستغفار وللذكر زي ما قلت لكم. تاني حاجة بعملها في الروتين الصباحي هي قراءة ورد بسيط من القرآن. ايه الورد البسيط ده؟ انا بحب يا بنات ان انا اقرا سوره البقره بعد صلاه الفجر. صلاه يعني بعد صلاه الفجر على طول بحب اقرا سوره الايه البقره، عشان ابتدي يومي كده بسوره البقره. تاني حاجه بعملها ان انا بعد قراءة سورة البقرة إن أنا بقرأ الورد اللي هو الحفظ بتاعي، يعني ببتدي أحفظ برضو الورد اللي أنا إيه، يعني مثلا واخدة مثلا ربع بحفظ فيه أو كده، ببتدي إن أنا أقعد كده وأحفظ فيه. تمام. بعد كده في طبعا حاجة كده اسمها نية صالحة لليوم. ببتدي كده يومي إن أنا بنوي نية صالحة. يعني إيه نية صالحة؟ يعني إن أنا بنوي مع نفسي إن أنا أصلح من حاجة. مثلا بتصلحي من حاجة من نفسك، يعني في حاجة في نفسي كده أنا بعملها، شايفة طبعا كلنا كل حد فينا في حاجة كده معينة عايزين إن احنا نصلح منها. سواء مثلا إن أنا مثلا يعني الحفظ مش باحفظ أوي، فابتدي إن أنا لأ، أنا عايزة أثبِّت على حفظي. أنا بطيئة مثلًا في الحفظ، فأنا باقوّي نفسي كده وإيه، وابتدي يعني أحفظ كويس. باتكلّم على حد، أحاول بقى إن أنا لأ، أنا هاصلح من نفسي النهارده، أنا مش هاتكلّم على حد. لو حد جه يتكلّم على حد أو يغتاب حد، لأ، أنا إيه، هانهي الموضوع ومش هاتكلّم في الموضوع ده تاني. فكل حد فينا طبعًا بيكون في حاجة معيّنة، إحنا طبعًا بشر، فكل حد فينا عارف هو إيه الحاجة اللي عايزة تتصلح، فهو إيه، يبتدي كده ينوي نيّة صالحة في أول اليوم إن هو هيصلح منها. بعد كده طبعًا الرضا، إن أنتِ بتدّي لنفسِك كده إيه، إن أنا إيه، أرضى بكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ادّاهاني. يعني أرضى بأولادي، بارضى بالنعمة اللي ربنا ادّاهاني، بارضى ب بكل حاجة بقى، بشغلي، يعني المهم إن أنا بارضى في إيه، ب بالمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى حطّني فيه أنا راضية. يعني حتّة الرضا دي إيه، بتيسّر عليكِ كل حاجة، بتخلّيكِ طبعًا حياتِك ماشية كويس جدًا، لإن أنتِ راضية بكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ادّاها لِك. بعد كده طبعًا ما ننساش شكر النِّعَم، وإن أنا باشكر ربنا على كل نعمة ادّاهاني. بتذكري كده يعني كل حاجة كده ربنا ادّاها لِك، وتبتدي تشكري ربنا عليها. طبعًا نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تُعَد ولا تُحصى. من أول مثلًا إن أنا الحمد لله إن أنا باشوف، إن أنا فيّا صحة، إن أنا مثلًا حتى لو فيّا تعب شوية برضه باشكر ربنا، لإن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى
بيديها لنا بتكون هي خير ولنا خير فيها. فأذكر نعم ربنا عليا وابتدي أشكر ربنا عليه. الخطوة التانية وهو إن أنا بعمل وقت معين للعبادة أثناء اليوم. يعني إيه؟ يعني إن أنا أخصص وقت كده معين للقرآن. بعد كده هخصص برضو وقت إن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى. وأنا قبل كده قلت لكم إن الذكر ممكن يكون وأنا طبعا في اليوم كله، حتى لو أنا بطبخ، لو أنا بغسل، لو أنا بعمل أي حاجة في بيتي، طبعا الذكر ده دايما على لساني ودايما بقوله. خلصت بقى أذكارك وخلصت القرآن وسمعنا الدرس الديني، تعالي بقى نصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى دي طبعا انت بتصليها، تصلي ركعتين، يعني هي أقلها ركعتين. صليتي بقى 4 6 8 تبع ايه ما تقدري تصلي. وده طبعا الايه الخطوة التانية. تعالوا بقى نشوف الخطوة التالتة وهو الروتين مع الأسرة الجميلة بتاعتك مع أولادك. طيب إيه الروتين اللي أنا أعمله مع أولادي؟ طبعًا إن أنتِ تقعدي مع أولادِك كده وتحاولي تحفّظيهم بقى إيه، قرآن. يعني هتحفّظيهم مثلًا آيات كده معيّنة، وطبعًا بتبتدي لهم كده من جزء عامة، لو هم طبعًا صغيّرين كده وبيبتدوا إيه، يحفظوا من جزء إيه، عامة. بتبتدي بقى إيه كده تحفّظيهم، وبعد كده ممكن برضه تعلّميهم حديث وتشرحيه لهم الحديث ده عايز يقول لنا إيه وإيه المقصد منّه، وبتشرحي الحديث. بعد كده بتتجمّعوا طبعًا في هدوء كده وأنتِ كده والأولاد، وتقعدي بقى تبتدي تحكي لهم قصة بقى عن الصحابة، عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عن يعني قصصنا الدينية كتير. فابتدي بقى كده تحكي لهم قصة، والمهم إن أنتِ وأنتِ قاعدة كده بتحكي لهم وخلصتِ الحكاية تسأليه بقى أنت إيه الدروس المستفادة اللي أنت طلعت منها من القصة. لازم يطلع بدرس مستفاد، ولازم يطلع فيه حاجة كويسة يعمل بيها. ودي تكون طبعًا القصص دي بتبقى محفورة كده في الذاكرة. الطفل لمّا بيتربى كده وبينشأ على الدين والقرآن والقصص الدينية، طبعًا بيطلع ابن صالح وابنة صالحة، لإن طبعًا إحنا بنبني أولادنا وبنقدّمها للمجتمع. وده كان الروتين مع الأسرة. تعالوا بقى أمّا نشوف الروتين الليلي الجميل كده اللي هيبتدي من صلاة المغرب. طبعًا بنقول بقى أذكار المساء وما ننساهاش لإن هي طبعًا بتحفظنا. وخلّصنا أذكار المساء وصلّينا المغرب وصلّينا العشا، بنبتدي بقى إيه، نصلّي قيام الليل، وقُلت لِك ابتديها ولو بركعتين. تعالي بقى اقعدي كده مع نفسِك، وفي حاجة خطوة جميلة أوي وهي محاسبة النفس. حاسبي كده نفسِك بهدوء قبل أمّا تنامي. يعني إيه أحاسب نفسي؟ أشوف أنا اليوم بتاعي يعني عدّى إزاي، هل أنا غلطت في حد؟ أنا صلاتي مثلًا في صلاة كده معيّنة، فرض معيّن أنا صليته وأنا مستعجلة أو ما أديتوش، فبابتدي كده أستغفر ربنا، وابتدي إن أنا باصلح من نفسي. وحاسبوا أنفسكم قبل أن إيه، قبل أن تحاسبوا. خامس خطوة، ودي هاقول لِك على نصايح من تجربتي الشخصية. ابدئي بالقليل واستمري. يعني لو هنعمل حاجات قليلة بس المهم إن إحنا نستمر عليها. وطبعًا تاني حاجة هي عبادة القلب طبعًا قبل الجوارح. أتمنى لو الفيديو عجبكم، وأتمنى تكونوا يا رب كده تستفادوا منه وتعملوا بيه. وأشوفكم كده في فيديوهات تانية على خير يا رب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.